السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة جرائم واقعية. في سنة 2017 واحد الدار مهجورة ومعزولة عن الأحياء السكنية، بحال بغيتي تقول خدات واحد المكان معزول على الحضارة. مولاها من الجالية اللي كتعيش في الخارج. واحد المدة تقريبا ديال شي 6 سنوات ما بقاش جا، حتى لواحد النهار جا ودخل الدار ديالو كيلقى الرماد وبقايا عظام ديال الإنسان محروقة. عيط للبوليس. من بعد تحديد الموقع جاو الناس ديال البحث الجنائي، عاينوا المكان مع العلم أن الجثة هي مجرد عظام متفحمة، أي أنهم ما غاديش يقدروا يحدوا الجنس ديالو، واش ولد أو بنت، ولا حتى شحال في العمر ديالو، من خلال هذيك المعينة الأولية. خداو صور المكان وحاولوا يلقاو شي حاجة اللي ياخدوا منها البصمات، ولكن تعذر عليهم هذا الأمر لأن الفاعل دار خدمته وما خلى حتى شي أثر، بحال كنقولوا حنا بالعامية ديالنا دار خدمة نقية. ولكن في هذاك الرماد لقاو واحد الطرف ديال الثوب زرق ما تحرقش، وهذاك الثوب فيه واحد الصدفة ديال الحديد، الصدفة اللي كتكون في أي سروال كما كنعرفوا حنا كاملين. خداو معاهم وهزوا العظام صيفطوهم لمستودع الأموات، وكان أول حاجة غادي يديروها البوليس هي أنهم يتسناو نتائج التشريح الطبي، اللي بالنسبة لهم هي الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يبداو منه البحث. نتائج التشريح حدات لهم جنس الضحية والعمر ديالو، قال لهم الطبيب الشرعي بأنه هو ذكر، وحدد لهم حتى العمر ديالو اللي قال لهم كيتراوح ما بين 13 و 15 سنة. هنا البوليس مشاو كيشوفوا كاع دوك الناس اللي حاطين محاضر البحث لفائدة العائلة، أي في المدينة كاملة وجميع الكوميساريات، كيشوفوا أي واحد حاط تصريح في ثقة شي شخص كيقلب عليه في المدينة، ولقاو بزاف ديال الناس اللي كيصرحوا بصفة شي واحد من العائلة ديالهم لا من ولادهم، ولكن تقريبا كلهم كانوا ناس كبار في السن أو لا بنات، باستثناء بحث واحد اللي لقاو فيه واحد السيد كيصرح بأن ولده عنده 14 سنة، اختفى مدة ديال 8 أشهر تقريبا. عيطوا ليه البوليس، قالوا ليه ولدك شحال في عمره؟ قال لهم 14 عام. وقتاش غبر؟ قال لهم شي 8 أشهر. شنو كان كيدير في حياته؟ قال لهم كان كيقرا، ومن بعد خرج من القرايه ومشى خدم مع واحد الطولي. هنا البوليس عندهم فقط جوج ديال المعطيات، هي العمر والجنس ديال الضحيه، هو نفسه ديال هذا الولد اللي كيقلب عليه هذا السيد هذا. ولكن المعطى الثالث هو اللي غادي ياكدوا لهم نتائج المختبر اللي دارت على ديك الصدفه وداك الثوب اللي لقاوه في الرماد، واللي كتقول بان كاينه واحد الصباغه على ديك الصدفه، واللي هي صباغه ديال الحديد، اي ماشي صباغه ديال الخشب ولا الحيوط، ولكن هي صباغه ديال الحديد. هنا كملات المواصفات اللي عطاوهم هذاك السيد اللي كيقول بان ولده كان خدام مع طولي. البوليس هنا رشحوا باللي يقدر يكون هذا الولد اللي تقتل بحروق هو نفسه ولد هذا السيد. وهنا قالوا لهذاك الراجل ورينا هذا الطولي فين كاين. مشاو البوليس عند هذا الطولي، سولوه وقتاش غبر هذا الولد مبقاش جا للخدمه. قالوا لهم اودي هادي شي 8 شهور 8 شهور تقريبا. وقالوا ليه كيفاش حتى جا خدم عندك؟ قال لهم اودي باه اللي جابو. سولو باه، قال لهم انا اللي ديتو خدم عنده. البوليس قالوا لهاد الطولي واش خدامين معاك شي دراري اخرين هنا؟ قال لهم خدامين معايا 3 ديال الدراري، ولكن راهم دراري معلمين وكبار. قالوا ليه كلمهم. عيط ليهم، جاو جوج دراري في عمرهم 25 تقريبا، والثالث ما كانش هذاك النهار. سولوا هاد جوج دراري وقالوا ليهم واش كتعرفوا شي حد كان صديق ديال هاد الولد ولا شي حاجه على هاد الولد اللي تقتل واللي سميتو اسماعيل؟ قالوا لهم كان خدام معانا وباغي يتعلم ونظريف. قالوا لهم واش عمركم سمعتو حكى لكم شي مشكل او لا تشكى لكم من شي حاجه ولا من شي حد؟ قالوا لهم لا، حنا كان صاحبنا كيخرج معنا بزاف وكنضحكوا عادي، ولكن قبل ما يختفي بشي شهر تقريبا قلب علينا وجهه، ما بقاش بغى يهضر معنا. قالوا لهم البوليس وعلاش؟ ياك هو صاحبكم وكيخرج معاكم وكتضحكوا جميع. جاوبوهم هاد جوج دراري وقالوا للبوليس راه واحد السيد كان حتى هو خدام معنا، هو اللي حرشوا علينا. قال لهم ما تبقاش تعمر معاهم. قالوا لهم البوليس وعلاش حرشوا عليكم؟ ما بغاش يهضر معاكم ولا يعمر معاكم. قالوا ما عرفناش علاش، ولكن راه في الايام الاخيره قبل ما يختفي كان كيعمر مع فلان اللي هو خدام معانا،
وكان كيخرج هو وياه كيخلص على القهوة وكيعطيه الفلوس، ولاو صحاب هو وياه. هنا البوليس قالوا لمول هذا المحل ديال الطولي عيط لينا على هذا الشخص الثالث اللي خدام معك. عيط ليه، جا، هو شاب تقريبا في عمر 30 من العمر. سولوا البوليس قدام هذوك جوج دراري اللي خدامين معاه، وقالوا ليه واش قول ما يختفي الولد كان كيعمر معاك؟ وهو يجاوب وقال لهم واش انا قدو، واش انا دري صغير غادي نتصاحب مع ولد في هذاك العمر؟ وبدا كيحتج بواحد الطريقه اللي طارت انتباه ديال المحققين. هنا صحابو قالوا ليه لا ودي، كنتي كتخرج انت وياه كتشوي القهوه، ومنين كتسالو الخدمه في العشيه كان كيبغي يمشي لدارهم، وكنت كتقول ليه غنمشيو نضربو شي دويره حدا البحر، وشي مرات ما كانش كيبغي كتبقى تهددو وتقول ليه الا ما بقيتيش معايا غادي نخلي المعلم يجري عليك. هو بطبيعه الحال نكر هادشي كامل، ولكن مع ذلك البوليس خداو معاهم الكوميساريه باش يعمقوا مع البحث. شافوا بطاقه السوابق ديالو ما كيلقاو عنده حتى شي سابقه. هنا جابوا حتى الدراري اللي خدامين معاه، قالوا لهم اش من قهوه كان كيمشي ليها هو هذاك الولد المختفي. نعتو ليهم دوك الدراري القهوه، هزوه البوليس ومشاو للقهوه. البوليس سولو مول القهوه واش هاد السيد كيجي لعندكم لهنا؟ قال لهم مول القهوه كيجي. قالوا ليه واش كيجي مع شي ولد صغير في عمره ديك 14 15 سنه؟ قال لهم ودي كان كيجي معاه، ولكن مؤخرا كيجي غير بوحدو. البوليس سولو مول القهوه وقالوا ليه شحال باش مبقاش جا مع داك الولد؟ قال لهم شي 7 شهور ولا 8 شهور تقريبا ما بقاش جا معاه، وهي نفس هالمده اللي اختفى فيها الولد. هنا البوليس قالوا ليه ما بقى عندك ما تزيد، الله يجعل البركه، الدلائل كلها كتقول بان هذاك الولد كان كيمشي معاك وكان الرفيق ديالك. ولكن الغريب هو انه هاد الفتره هادي تزام ناس مع واحد البحث داروا البوليس على المحيط في كيسكن هاد الشخص، وسمعوا واحد الخبر ديال ان هاد خينا راه كان باغي يغتصب واحد الولد صغير، ولكن حصلوه الناس والوالدين ديال هذاك الدري ودعاوه، قالوا لهم ورونا الوالدين هاد الدري. مشاو البوليس عند دار هاد الدري وسولوهم، قالوا لهم اودي راه فعلا كان باغي يتكرفس لينا على ولدنا، وراه حنا دعيناه، وراه غير الناس وعائلته طلبونا ودرنا عليه التنازل. هنا البوليس باش يتاكدوا مشاو للكوميساريه اللي تابع ليها هذاك الحي، ولقاو بانه فعلا كانت شكايه ضدو بحق اغتصاب طفل قاصر. هنا البوليس قالوا ليه شوف انت اصلا مريض ومعروف عليك بانك كتهرش بالدراري الصغار، ودابا كلشي ضدك، وراه واخا تنكر راه الحجه ثابته دابا، ما عليك غير تعاون معنا، وحتى حنا غادي نحاول نديرو اي حاجه باش نتعاونوا معاك ونديرو شي حاجه اللي تخفف عليك. هو يقول لهم انا اللي قتلته وحرقته. قالوا ليه عاود لينا. قال لهم فعلا كان صاحبي، كنت كنعطيه الفلوس ومهنلي فيه، وداك النهار سالينا من الخدمه، الدراري الاخرين والمعلم مشاو، وقلت ليه يلا معايا ومن تما غادي نوصلك لداركم. ومشينا لهاديك الدار اللي كنمشي ليها ديما كنشرب تما، وانا كنت مقرر قبل باني غادي نغتصبو، وديت معايا 2 مانطات، ومنين دخلنا شربت تما، بلي بغيت نغتصبو ما خلانيش، وانا كان ضروري خصني نغتصبو، وانا نضربو بالقرعه على الراس طاح. اغتصبتو، ولكن من بعد بغيت نفيقو ما فاقش، عرفتو مات وخفت نحصل حيت كلشي كيعرفو كيكون معايا وانا نحرقو. هنا غنكونوا متابعينا الكرام وصلنا لنهاية القصة ديالنا، والعبرة اللي يمكن ناخدها من هذه القصة هي نبقاو قراب من وليداتنا ونخليهم تحت عينينا، لأن بحال هاد الذئاب كيدوروا وسط منا. والله يحفظ وليداتنا ووليداتكم من كل شر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولنا لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.